يا دكتور هو يصح او ينفع ان اسوق العربيه من غير رخصه؟ الاجابه لا طبعا. ما ازاي تسوق العربيه من غير رخصه؟ ده ما ينفعش وما يحصلش، ولو حصل يحصل مره على سبيل السهو انك نسيت الرخصه في المحفظه والمحفظه في البيت ونزلت مستعجل فاتفاجئت وانت سايق انك ما معكش الرخصه بتاعت العربيه. لكن ما ينفعش تبقى القاعده ان انت كل مره بتنزل تسوق العربيه ما بتاخدش معاك الرخصة، لأنها ممكن تعدي مرة، تعدي التانية، تعدي التالتة، لكن في المرة اللي هتقف فيها كمين وهيلاقوا ما معكش رخصة هتزعل. طب بقى لو انت عيان عندك انزلاق غضروفي قطني وبتوطي وبتشيل حاجات تقيلة، هتعدي مرة، هتعدي اتنين، في المرة التالتة لو الغضروف اتزحلق وقرص على العصب هتبقى كأنك وقفت في الكمين وساعتها هتزعل. لو انت عندك انزلاق غضروفي عنقي ومصمم انك تقعد مقتب او تقعد لفترات طويلة والغضروف عمال يزيد بالتدريج ويزنق اكتر على العصب، في مرة هتقف في الكمين وهتزعل. فكرة الفيديو دي جات لي وانا معدي على كمين وافتكرت ان انا ناسي رخصة العربية. فاللي عايز اقوله ان انا زي حالاتكم كلنا بنغلط، بس ما ينفعش حد فينا يتعمد الغلط او يبرر لنفسه الغلط بان انا اصلا مضطر، اصل المسؤوليات، لان في النهاية انت الخسران. انا ما اعرفش في العيادة هنا وما اعرفش في الفيديوهات اللي انا بعملها ان انا برر لك الغلط. ده غلط، الغلط اسمه غلط وسميناها غلط عشان بيؤدي المشاكل. خد بالك انت اللي هتحاسب على الفاتوره. فالنصيحه اللي عايز اقولها في الفيديو ده، لو انت عندك انزلاق غضروفي قطني ما توطيش وما تشيلش حاجات تقيله. لو انت عندك انزلاق غضروفي عنقي خد بالك من النومه بتاعتك، نام على مخده مريحه، ما تقعدش مقتب وما تقعدش لفترات طويله علشان خاطر تحافظ على رقبتك، وخد بالك من الكمين علشان ما تزعلش. ارجو ان الفيديو كان مفيد ليكم. افتكروا دايما ان الامل موجود، وسلام عليكم.